تعرف ايه هو اخطر كتاب في العالم؟ كتاب متحرم تداوله ونشره وحتى قرايته دينيا وقانونيا في الوطن العربي كله. كتاب شمس المعارف الكبرى اخطر كتاب في العالم. ما يعرفش ان كتاب شمس المعارف كتاب ديني في الاساس قبل ما يتحول لاقوى كتب السحر في العالم. حد حكى لك عنه او سمعت تجربة الناس قرت في الكتاب ده، او شفت مصير ناس جربت انها تقرأ من الكتاب ده، او انت شخصيا حاولت تسرش عن الكتاب ده؟ طب ازاي كتاب ديني اتحول لأقوى كتب السحر في العالم؟ عشان نعرف إجابة السؤال ده تعالوا نشوف مين قام بتأليفه. اللي قام بتأليفه هو الشيخ أحمد ابن علي ابن يوسف البوني، وده كان شيخ صوفي معروف عنه ان هو شديد الانعزال عن الناس، والعبادة المفضلة ليه كانت عبادة الاعتكاف. وزار معظم دول الوطن العربي رحلة تفقهه في الدين وعلوم الشريعة والفقه. وفي رحلاته دي كان بيختار الأماكن النائية والصحاري والكهوف والجبال والأماكن المهجورة البعيدة عشان يمارس عبادته المفضلة الاعتكاف، لدرجة ان الناس طلعت عليه ان هو اتصل بالعالم السفلي من كتر ما هو كان بيعتكف في اماكن نائية وبعيدة ومتطرفة تكاد تكون مهجورة بالاسابيع والشهور، مدة طويلة جدا لا يكلم حد. طب بياكل ازاي؟ طب بيمارس حياته الطبيعية ازاي؟ وكان في نفس الوقت معروف عنه انه غريب الاطوار، يعني كان بيتنبأ باحداث تحصل في المستقبل او يحكي تفاصيل موقف هو معاشوش. ومن هنا الناس كانت بتقول له انت رزقت بعلم الغيب، فكان بيرد عليهم ويقول انا رزقت علم الشاهد وليس علم الغيب، يعني ربنا فتح عليا من علمه بس، وده مش علم الغيب. بالعام كده كان مكشوف عنه الحجاب. فهل المدة اللي كان بيقعد فيها في الصحاري النائية والأماكن المهجورة خلته يتصل بالعالم السفلي وساعدته في كتابه شمس المعارف؟ وللي ما يعرفش، مش كتاب شمس المعارف الكبرى هو كان كتاب الأول والأخير للشيخ أحمد، ده عمل كتب تانية كان منها منبع أصول الحكمة، كتاب منبع أصول الحكمة، وكانت كتبه بتتقري لغاية القرن 21 وقبل ما تحصل كوارث كتاب شمس المعارف الكبرى اللي من بعدها اتحرم قراية وتداول أي كتب للشيخ أحمد، وتصدرت كل الكتب لدرجة إن ما بقاش في نسخ أصلية للكتب دي، وكل النسخ حتى اللي موجودة لشمس المعارف الكبرى دي مجرد نسخ محرفة من النسخ الأصلية، ونالت نفس النصيب من النسخة الأصلية، هي تحريم التداول والقراية والنشر. الكتاب عبارة عن 577 صفحة متقسمة ل4 أجزاء، والأربع أجزاء متقسمين ل40 فصل. وفي مقدمة الكتاب في جملة كتبها شيخ أحمد، جملة يتحط تحتيها 100,000 خط. كتب في مقدمة الكتاب وقال ممنوع قراية هذا الكتاب إلا لعارف، وكأنه بيحذر إن مش أي حد مؤهل لقراية هذا الكتاب. الكتاب بيحكي في فصوله عن أسرار الحروف والآيات وشرح الأسماء الله الحسنى والذات العليا وأسرار الأرقام والعلوم، علوم الفلك والنجوم. بعد كده بتلاقي نفسك بتدخل في فصول تحكي لك عن أوراد معينة وأذكار معينة بعدد معين تقولها، وهي دي بقى اللي بتخليك تحضر كيانات وطاقات انت مش قدها. وانا عن نفسي كنت شاهدة على قصة حد قرأ في الكتاب ده. كان ليا واحدة صاحبتي من ايام الطفولة بتحب الدين والتعمق في الدين والقراية فيه والصلاة في الجامع، الفرض في فرضه والوقت بوقته، لدرجة ان البنت دي اتنقبت في سن صغير جدا. وفي واحدة من المرات وهي في الجامع في انتظار صلاة الفرض، كان في الجامع في رف محطوط فيه مصاحف للي يحب يقرأ عقبال ما إقامة الصلاة وانتظار الفرض، وكتب كمان فيها أذكار وأدعية وأوراد وكمان كتب دينية. فهي وقع عينيها على كتاب مصفر شوية فمسكته، فلما مسكته عينيها جت على فصول أسرار الأسماء الحسنى وشرحها، لقيت ان الكتاب ده بيوصف اسماء الله الحسنى بطريقة هي عمرها ما قريتها في كتاب، فشدها الكتاب جدا واستعارته من الجامع وبقى بملازمها في كل اوقاتها. شدها القرايه فيه لدرجه انه لازمها في كل اوقاتها، وابتدت وهي بتقرا في الكتاب ده يظهر عليها قدرات ومواهب كل اللي حواليها يلاحظوها. لو حاجه ضاعت في البيت هي اللي تعرف مكانها، لو حاجه حصلت ومش عارفين لها تفسير
هي اللي تقول تفسيرها. فابتدت تتعلق بالكتاب اكتر واكتر، وتحس ان حصل لها بركة ببركة قرايتها لهذا الكتاب. لكن بعد كده اللي حصل، لكن البركة اتحولت فجأة للعنة، وبقت في قطة سودة غريبة الأطوار مخيفة جدا ملحقاها في كل أوقاتها، بره البيت وجوه البيت، وهي الوحيدة اللي شايفاها، لدرجة إنها كانت بتشوفها معاها في الحمام. وفي ليلة وهي نايمة سمعت صوت خرفشة شديد قوي تحت سريرها، فجاية تبص لقت القطة السودة دي. وابتدت البنت دي تتغير طباعها وتنادي، وان في حاجات هي شايفاها. فكل العيلة وكل اللي في البيت فهموا ان هي بنتهم اصابها مرض نفسي. وفي مرة وهي مش موجودة واوضتها مقفولة، حد من اخواتها سمع صوت خرفشة في الاوضة، فدخل افتكر ان اخته موجودة، لقى القطة السودة اللي بتحكي عنه اختهم طول الوقت على سريرها. ومن بعدها ادركوا ان البنت دي بقت تشوف حاجات هي الوحيدة بس اللي بتشوفها. والحادثة الأشهر هي اللي حصلت في التسعينات، لما في بنت كانت مهتمة إنها تتعمق في علوم الميتافيزيقا وقراية ما وراء الطبيعة، وفي نفس الوقت كان عندها هوس البحث عن الجمال والجواز. فوقع في إيديها في واحدة من معارض الكتب نسخة من النسخ المحرفة عن كتاب شمس المعارف الكبرى. البنت دي قرت في الكتاب ده وصفة لمعرفة مواصفات شريكك المستقبل. الوصفة دي بتقول ايه بقى؟ ان انتي في ساعة في منتصف الليل، في ساعة معينة في منتصف الليل تمسكي شمعة وقدامها مراية وتنزلي على سلم بالمقلوب، بس يكون الدنيا ضلمة ظلام دامس، وفي نهاية السلم هيظهر لك في المراية صورة شريكك المستقبل. فالبنت كانت ساكنة في أحد الفلل في الشروق، استنت الساعة دي وأهلها وباباها ومامتها وهم نايمين، قالت بقى هتنفذ الوصفة دي. فمسكت المراية وقدامها الشمعة وفضلت تردد الأذكار المعينة اللي موجودة في الكتاب وهي نازلة على السلم بالمشقلب، يعني المراية كده والشمعة كده وهي نازلة بظهرها على السلم. ومع نهاية آخر سلمة شافت في المراية صورة لشكل مخيف جدا خلاها تقع من ايديها الشمعة والمراية، عشان نار الشمعة تمسك في البيت كله ووالدها ووالدتها يموتوا مخنوقين، وتصحى البنت على لعنة الكتاب إنها فقدت في ليلة واحدة بيتها وأسرتها عشان قرت وصفة في كتاب شمس المعارف الكبرى، حتى لو كان النسخة المحرفة. وقصص كتير وكتير وكتير، ولو دورت على النت هتلاقي. هل انت عندك استعداد بعد اللي احنا قلناه ده وبعد اللي احنا حكيناه لو وقع في ايدك نسخة من شمس المعارف الكبرى تقراه؟ طب حب الفضول عند بعد الفيديو ده يخليك تسرش عن كتاب شمس المعارف الكبرى؟ انا بحذرك وبقولك مش كل فضول محمود، بلاش.